وجود هذه لحظة وصول الزمالك. نعم، الاتوبيس، لاحظ اتوبيس نادي الزمالك وصل كما أشار مهيب عبد الهادي في وقت مبكر كما نلاحظ، ومن خلال هناك الأمن وقف نادي الزمالك 5 دقائق، فهذا أثير عصبية الكابتن حسام حسن كما نتابع من خلال الصور. النادي اللاعبون تواجدوا لفترة في الأتوبيس حتى تم إعطاء الإذن لهم بدخول إلى الملعب. هذا السبب ربما في ده نوع من التوتر أو نوع من التوتر أو الشدة اللي هي بتسبق المباراة، ولكن ده ممكن يأثر على اللعيبة جايين بدري، قعدوا في الأتوبيس شوية لغاية ما الأمور الأمنية تبقى كويسة. ده بيدي انطباع ان اللعيبه ممكن تكون مركزه كويس قوي قوي، بس ممكن تكون كمان اوفر التركيز، فبيحصل نوع من العصبيه، ممكن يحصل تاثير سلبي في الملعب داخل الملعب. الحاجه الثانيه اللي المهيب بيتكلم عليها ان مرغني او رحيم زعلانين، ده برضك ما سمعناش الكلام ده من حوالي 14 15 مباراه. نعم، ان اللي بيخرج بيزعل، او لدرجه ان مثلا هاني سعيد ما شفناهوش صرح في يوم من الايام رغم ان هو مستبعد او بيتمرن لوحده. دي نتيجه الاستمرار في الفوز الفتره اللي فاتت وتكمله الاستمرار النهارده. انا بقول نادي الزمالك لو هو بالطريقه دي ممكن يقدم مباراه مش جيده النهارده عشان العصبيه او التعصب اللي موجود في الجهاز اولا، واللي ممكن ياثر على اللعيبه. نعيش طبعا مع التوتر واعصاب الزمالك لحظه دخولهم للملعب كما قلنا بسبب بعض المشاهدات اللي حدثت مع حسام حسن مع الامن والاعلاميين والصحفيين، وهي اللقطه اللي نراها من خلال هذه الصور، عصبيه الكابتن حسام حسن وطبعا انفعاله من خلال هذه اللحظة لفترة توقفهم بالنسبة لهذه الأثناء. عموما كابتن هاني رمزي، ماذا عن هاني سعيد، لاعب بقيمة هاني سعيد، لاعب منتخب مصر ولاعب له تأثير، غيابه عن هذه القمة نعلم من الأسباب ربما تكون أسباب تأديبية منها؟ لا، أنا واضح من حتى سيبك من التأديبية، واضح من هاني سعيد من بعد تولي حسام حسن مسؤولية على حسام حسن غير مقتنع فنيا بإمكانيات هاني سعيد، بالرغم من هاني سعيد لعيب دولي، ولكن نعم. احنا شفنا مع هنا وصول طبعا طاقم التحكيم بوساكا. طبعا يعني انا نرجع شويه للوصول. نعم. ساعتين طبعا الحكم المرافق لهم الحكم محمد فاروق، الحكم الرابع هيكون تقريبا. هو طبعا الوصول بدري ليه شق من الشقين، يا اما حسام حسن قاصد ان اللعيبه دي تروح بدري شويه تمتص هذا الحماس والجو العام للاستاد، والحته الثانيه ان هو يمكن حسام زي ما قلنا يمكن متوتر زياده عن اللزوم، وده بيتنقل طبيعي للعيبه. نعم. نرجع للحته الثانيه لهاني سعيد. اعتقد الكابتن شوقي قال نقطه مهمه جدا، في المباريات الكبيره زي ديت لازم تحتاج خبره معينه. هاني سعيد عنده خبره دوليه، عنده نوع من انواع الهدوء داخل الملعب. وجود حسام حسن وهاني سعيد علامه استفهام كبيره جدا في الفتره اللي فاتت. لو رجعنا للمباراه شويه واتكلمنا عن طبعا الجمهور، يمكن نعم. برضو اللحظه هذه الصور مباشره طبعا جمهور لاحظ من خلال هذه اللحظات بالطبع تذاكر نفذت. هو كمان كابتن مجدي النهارده 1,300,000 اعلى معدل او اعلى دخل في تاريخ القمه هو هذه المباراه، اكثر من مليون جنيه. ده في تاريخ القمه من ساعه ما الاهلي والزمالك لعبوا. واللي متشاف او الناس عارفه دلوقتي ان بالطبيعي كان النادي الاهلي هو جماهيره اكتر شويه، حتى في السنوات اللي فاتت. من الملاحظ النهارده جماهير الزمالك هي الجماهير يمكن اللي هتاخد يمكن المساحه الاكبر من الاستاد. تتساوى الجمهوريه، تتساوى. زمان كابتن مجدي كان دايما جمهور الاهلي بيزيد الى حد ما. النهارده شايف ان جمهور الزمالك من بدري كمان رايح عنده طبعا زي ما اتكلمنا دوافع وعنده امل في الفوز.